ليش فلورنتينو بيريز هو اعظم رئيس نادي مرق بتاريخ كرة القدم؟ هلا شوف، انا ما راح احكي لك عن الانجازات اللي كثير اللي هو عاملها، ولا راح احكي لك عن قوته، عن كبريائه، وعن الشخصية اللي بتمتع فيها. انا راح احكي لك فقط عن المشروع الرياضي اللي عم يعمله حاليا لريال مدريد. اولا والاهم، هو عم يعمل تحديثات لملعب البرنابيو لحتى يصير احسن واحلى وافضل ملعب باوروبا. الشغلات اللي عم يعملها بيريز حاليا بالملعب بالسنين القادمه راح تخلي ريال مدريد يفوت على خزائنه ملايين بل مليارات الدولارات. عدا عن ذلك، هو عم يبني فريق مكون من الشباب فقط بريال مدريد، وراح اذكر لك بعض هاي الاسماء. عندك اندريك عمره 18 سنه، بيلينغهام عمره 19 سنه، كامافينجا عمره 20 سنه، رودريجو عمره 21 سنه، فينيسيوس عمره 22 سنه، تشاوميني عمره 23 سنه، فران غارسيا عمره 23 سنه، فهيمي دياز عمره 23 سنه، فالفيردي عمره 24 سنه، مبابي عمره 24 سنه، ميليتاو عمره 25 سنه، وسيبايوس عمره 26 سنه. فعليا هذا هو مشروع افضل رئيس نادي مرق بتاريخ كرة القدم، واللي